ايه يا حاج، ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي الارض ناس دلوقتي كل غيبتنا تلاقي واحد يجي يقول لك الارض دي بتاعتي. الارض دي بتاعت ايه؟ بتاعت مركز الشباب البهتيمي الدار الثاني. ملعب بس ولا في ملعب طول عمرها من سنين. من سنين. كل واحد جه واحد اخدها وحط، والمحافظ الاستاذ جه وقال هعمل لكم وابعت لكم وادانا طرشه. المحافظ الثاني جه وقال هبعت لكم واعمل لكم، ولحد دلوقتي ما جاش حاجه. ودلوقتي دي ارضنا وهم ابتدوا يبنوا فعلا عليها. بنوا خلاص، دي ارضنا. انا اوعى اخواتي قد كده بيلعبوا ازاي يعني؟ انا عشان هم كبار ولا عشان هم بيدوا فلوس بقى؟ يعني انا عايزه هم بيدوا فلوس، ما هم بيسكتوا الناس فانا بطلب صوتي لابراهيم محي يجي حضرته يشوف الاراضي اللي عماله تستلم. النهارده بقى هاد الشباب هيلعبوا في العلم، يعني الاطفال هيلعبوا فيه. في اطفال عايز تلعب كوره كانوا بيلعبوا في الكوره، دول خدوا كله وهياخدوا حته ثانيه. وين اداره النادي من الكلام ده؟ جم وعملوا راحوا للمحامي العام وقلبوا الدنيا، زي ما يكون ان في لعبه جامده قوي قوي قوي. دي لعبه جامده يعني من ناس جامده واحنا غلابه. تعرف على حضرتك؟ اوكي، انا اسمي فاطمه الزهراء، امين تنظيم حزب الدستور عن الاسماعيليه. ايه الموضوع اللي هنا؟ احنا جينا النهارده عشان نقف مع اهالي البهتيمي. هم بيحاربوا بقالهم فتره طويله على ارض العزبه بتاعتهم، لان العزبه بتاعتهم كانت ملك واحد اسمه هنون فرنساوي هاجر بعد 52 لما الارض اتأمنت. ولما الارض رجعت من التأمين كان هنون وولاده وبناته الاثنين ملك فلسطين وافقوا. بدات الارض عليها التنازع لانها منطقه حيويه وراها بحيره استمتاع ومنطقه كويسه جدا، ففي مافيا رجال اعمال حابين ان هم يستغلوا الارض ويبنوا عليها افضل زي ما انتم شايفين. بس انا سامع ان هي متخصصه لمركز شباب. ما هي اصلا الارض كانت مخصصه لمركز الشباب، بس عشان الارض مفتوحه وما عليهاش سور فالارض دايما كل شويه حد يجي ياخد حته من ارض الدوله ويبني عليها. وصلنا لغايه 12 ايراد بس ده المتنازع عليه حاليا واللي اهالي العزبه عايزينه. الارض دلوقتي عليها نزاع ما بين شويه مافيا رجال اعمال واهالي المنطقه. الميزه ان العقود كلها اللي الناس مستند عليها بتاعت مافيا رجال الاعمال كلها اتكتبت بعد ما هنون وبناته الاثنين كريستين وميرو توفوا. العقد اللي عليه النزاع رقمه 971 تم بطلانه من المحكمه سنه 2007. في واحد اسمه هاني بوكس من المنطقه اتمسك من شهرين بنفس العقود واتحكم ببطلانها. هو اصلا ممسوك عشان خاطر ان العقود باطله، يعني هو اوريدي ممسوك عشان الحكم بتاع 2007 ان العقد ده باطل، فهو ملوش حق في ملكيه الارض. حاليا في تواطؤ غريب من الحي مش عاوز يتعاون مع الناس ويثبت ان الارض دي ملك دوله وانها اوريدي مخصصه ليهم في مركز الشباب. هو اصدر تصريح بناء عليها؟ وفي تصريح بناء طلع من المحافظه والحي ان هم يبداوا يبنوا زي ما انتم شايفين. اصلا في تعدي واضح جدا على الارض دي بقت غاليه بعد لما اتفتح المنظر بتاع القناه، يعني وانت واقف فوق اعلى البرج ده انت بتشوف القناه كلها وبتفتح من فوق. الارض دي بتاعت الناس، الارض دي من حق الناس انها تلاقي مكان نضيف تعيش فيه، تلاقي ملعب يلعبوا عليه بدل ما ينحسوا. احنا بنعاني في مصر من الفقر والجهل والبطاله، يعني اضعف الايمان الطالب او الطفل اللي من سن 5-6 سنين لسن 15 سنه يلاقي مكان كويس يقعد فيه بدل ما يقعد في الشارع، بدل ما العزبه جوه كلها تجاره مخدرات بكل انواعها. هي دي النقطه ان في ناس وراها ناس تانية اكبر عماله تاخد في البلد واصحاب الارض نفسهم مش عارفين يعيشوا. لو شفت الناس اللي ساكنه في الابراج ديت مستوى حياتهم ومستواهم المادي والاجتماعي وتشوف تخش لغايه اخر الشارع تشوف الناس الباقيه عامله ازاي، هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. يعني في حاجه غريبه ما بين الاثنين. ده مش طبيعي، الارض لازم ترجع. وهم واقفين دلوقتي منتظرين ايه؟ هم واقفين بعد ما زهقوا من المحافظه بصراحه، بعد ما زهقوا من الحي، بعد ما زهقوا من الدنيا كلها، ان هم مش لاقيين حد يسمعهم، مش لاقيين حد يخصص لهم ارضهم او يرجع لهم ارضهم لان هي اصلا ملكهم، هي ملك الدوله. المشكله كمان ان هم يعني المفروض ان العقد بطل في 2007 فالموضوع انتهى. ومفيش حد فيهم سأل هم اشتكوا؟ ده هم لفوا على المحافظه ولفوا على الحي وعاملين محاضر في النيابه وده كله يعني في حالات تهدئه ان ماشي احنا بنشوف وبنعمل لجان قانونيه ومش عارفه ايه، وعلى الوضع الثاني بنلاقي المباني بتطلع والابراج بتتعمل والناس بتسكن وكل برج مثلا في مستشار وقاضي وواحد من الجيش وواحد من الشرطه كمراكز قوه في المكان. اهالي غلابه ما يقدروش يعملوا حاجه. هي دي المشكله. والوقفه دي مفيش حد سأل فيهم. احنا حاولنا نعمل زي ضغط اعلامي، جبنا كام قناه على كام جورنال على كام موقع ان هم يبداوا يعرفوا ان في مشكله هنا. الناس ساكته بس مفيش فايده، يعني خلاص احنا استفدنا كل الطرق القانونيه ومفيش فايده. بس فهي الغلطه فين؟ الغلطه ان في فساد اداري كبير جدا حاصل جوه الحي
حل فيه، مفيش حل تاني، لازم يخش يقول لا ما ينفعش كده. بس هي دي كل النقطه. هو لو اخذ قرار حازم وقوي ان هو يطلع القرار بتاع 2007 من الحي، لان هم استلموه في الحي، في موظفه اسمها حنان لطفي تقريبا مستلماه من الحي، فانت المفروض تطلع القرار ده. بناء على القرار ده كل اللي اتبنى ده باطل، لان اصلا العقود كلها باطله. انت بقى مش عايز تتحرك ليه؟ هي دي المشكله. المفروض حضرتك تتحرك، تاخد قرار حازم اكتر من كده، عارفين مسؤولياتك كتير، بس في منطقه بحالها بتعاني، فانت المفروض انت مسؤول عنها، المفروض انت تشوف الحل ده. كان معكم احمد بن عامر من الاسماعيليه.